يومكم سعيد. شايفين هالمعجنات المحمرة ومقمرة عجينة زي القطن؟ تخيلوا اتعملت بدون فرن وبدون خميرة، بأقل مجهود وأقل وقت بتكونوا عاملين كمية معجنات تكفي العيلة كلياتها. بتمنى منكم لو عجبتكم الوصفة ما تبخلوا علي بلايك وتعليق لطيف يشجعني إني أنزل فيديوهات أكتر. ويلا بينا نخش بالموضوع على طول. عندي هون 3 كوبايات من الدقيق متعدد الاستعمالات، وعندي كمان 2 كوب من الزبادي. هاي هي أساسيات الوصفة. رح أحط على الدقيق معلقتين صغار من البيكنج باودر، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ورشة ملح. رح أخلط المكونات الجافة مع بعضها لتمتزج منيح، وبعدين رح أحط عليها الكوبين الزبادي. الزبادي يكون بدرجة حرارة الغرفة، ورح أحط 3 معالق زيت نباتي، وبعدين رح أبلش ألم العجينة وأعجنها بإيدي. العجينة بتكون شوي هيك طرية وبتلزق. ما تضيفوا دقيق إلا إذا أنتوا حسيتوا ما رح تتشكل. يعني أنا هون رجعت زدت يمكن معلقتين دقيق، هيك بيكون شكلها عجينة طرية وبتلزق. رح أخليها ترتاح 5 دقايق بس. هحضر تتبيلاتي أو الطعمات اللي هحطهم على العجينة. هاي البيتزا الكذابة، يعني حطيت معلقتين صلصة ومعلقتين كاتشب وبهارات إيطالية، وكمان رح أحط عليها رشة ملح. أخلطهم مع بعض، هيك بيكون عندي صار صوص أحطه على العجينة زي صوص البيتزا. ورح أقطع بعض الخضروات. هاي فلفل رومي بقطعه شرحات رفيعة، ممكن كمان تستخدموا الفلفل اللي شوي حراق أو الهالابينو، ممكن فلفل ألوان، وزيتون. والخلطة التانية اللي رح أعملها اليوم هي عندي جبنة موزاريلا وعندي جبنة شيدر. أنا ما كان عندي مبروشة فقطعتها تقطيع باليد، يعني بقطعها هيك قطعة صغيرة. وأي نوع جبنة تانية عندكم إياه فيكم تضيفوه، يعني إذا بتحبوا الجبنة الرومي بدكم تحطوا فيتا اللي أنتوا بتحبوه. راح أحط كمية لا بأس بها من الجبنة التشيدر، وكمان راح أضيف النوع الثالث من الجبنات. أنا بحب الجبنة العكاوي، بس فرفطتها هيك وغسلتها شوي لأنه كانت مالحة، ما بدي تكون المعجنات كتير مالحة. ممكن تحطوا حلوم أي نوع بدكم إياه يعني. كمان حطيت شوية حبة البركة، يعني تقريبا معلقة صغيرة، وبخلطهم كلهم مع بعض عشان يكون عندي ميكس من الجبنات. وهيك صار عندي الطعم الثاني جاهز للمعجنات. ريحت العجينة وأخدتها، حطيت دقيق فوق وتحت وكعبلتها. أنا طلع عندي من هاي الكمية 6 قطع معجنات، 6 قطع كبيرة يعني مش صغار، مش حصة واحد يعني. رشيت الطاسة بالزيت النباتي، وهلأ رح أرق العجينة تكون كلها نفس المستوى، وما ترققوها كتير ورقة، يعني نفس سمك عجينة البيتزا أو عجينة المناقيش. وبعدين رح أنقلها على الطاسة وأحطها أرتبها هيك يعني بالطاسة، إنه كله يعني يكون قد ما بقدر، يعني إنه يكون شكلها مرتب. وبعدين بحطها على النار، تكون النار متوسطة، مش خفيفة كتير ولا قوية كتير. بتلاقوها بعدين بلشت تعمل هيك فقاعات، معناها إنه الطبقة اللي تحت استوت. بقلبها عشان الجزء اللي تحت يستوي، وعشان أحط الصوص أو الطعم اللي أنتوا حابين تكون فيه المعجنات تبعتكم. يعني ممكن تعملوها بزعتر، تعملوها بأي شيء يعني.
حطيت على الصوص شوية جبنة موزاريلا اللي يعني تكفي وتسيح وتصير شكلها لطيف. وكمان حطيت الفلفل الرومي أو بتحطوا الفلفل الحراق زي ما بدكم، وشوية زيتون وخلص. هلأ بغطيها تاخد لبس لتسيح الجبنة، يعني خلصت. وطوا الغاز شوي. وهاي قطعة البيتزا بعد ما طلعت، العجينة مستوية والجبنة دابت وبطلت قطع، صارت يعني شكلها شبه البيتزا وطعمها رائع جدا. شايفين كيف مش سميكة؟ شكلها روعة وطعمتها كمان كتير كتير طيبة. أنا رشيت على الوش شوية شطة باودر. شايفين من تحت كيف العجينة لونها ذهبي وخفيفة خفيفة جدا. الحشوة الثانية بعد ما تحمر الجزء اللي تحت قلبتها وحطيت الجبن، ونفس الشي رح أغطيها لغاية ما تدوب الجبنة، وحطيت عليها رشة بقدونس. رح أغطيها بس تدوب الجبنة بتكون صارت جاهزة. شايفين شكلها كيف؟ تحفة، ولا أحلى فرن مناقيش. الطعم كمان كتير روعة. وكل هاي الكمية طلعت من 3 كوبايات دقيق وشوية زبادي وبس، ولا شغلنا فرن ولا غلبنا حالنا ولا أي شي. عملوها مع كاسة الشاي، يا سلام. وأبدعوا وشكلوا بين الطعمات والحشوات. وهذا كل شي لفيديو اليوم. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوا علي بلايك، وأستودعكم الله حتى ألقاكم بفيديو جديد. مع السلامة.